يعني سبتي براح الكون ده كله ورايحة للنرجسي وتتدبسي فيه؟ روحي يا شيخ الله يسامحك على اللي بتعمليه في نفسك، ولو كملتي في العلاقة دي الكل هيقولك يا خيبتك من هنا لآخر يوم في عمرك. وعلى العموم أنا جاية أرضي ضميري وأقولك إيه هو الشخص النرجسي وإيه هي كل عيوب، عشان لو لقيتي العيوب دي فيه اديله الصابونة وزحلقيه قبل ما يديها لك هو. للأسف الناس فاكرة إن النرجسي ده شخص مغرور وبس، إنما للأسف مش دي الحقيقة. الشخص النرجسي ده عنده مشكلة نفسية كبيرة جدا وما بتتحلش غير لو راح لدكتور نفساني. وعشان تعرفي انت في علاقة مع شخص نرجسي أو عادي، عايزاكي تاخدي بالك وتركزي من شوية حاجات هقولك عليها عشان تقفشي. أول حاجة إنه بيهتم جدا إنه يلفت نظر الكل ليه، وعايز دايما يبقى محور الحديث أو محور الكون على رأي العوضي، ومش عاجبه حد غير نفسه وعامل لي فيها ليمونه ببلد قرفانه، وطول الوقت ما بيتكلمش غير على نفسه وعن شياكته وقد ايه الناس مبهورين بيه وبجماله الفتان. قال يعني اللي خلفه ما خلفش غيره، وكل كوم بقى وغير يا اختي ان مشاعره دي بذمه الله ده كوم تاني خالص. ما بيتعاطفش مع اي حد، ما بيلتمسش الاعذار لحد، ما بيصالحش حد وما بيسامحش حد. من الاخر كده ما بيصعبش عليه اي حد، يعني قلبه حجر. وانت رايحالي تلزقي فيه وتحبيه يا خيبتك. وانا بقى هقولك انا عارفه ايه اللي عاجبك فيه. في البدايه كده الشخص النرجسي كل كلامه حلو ومعسول وطاقه ايجابيه وكلام جميل عن الحياه، ويقعد يمثل بقى من هنا للصبح انه بني ادم طيب وحنين ومسالم ومش بتاع مشاكل خالص. وانت طبعا يا اختي غلبانه واخده على دماغك وفرهطتي من كتر العلاقات التوكسيك، فبتشوفي ده بتقفشي فيه. احب اقولك ده فخ يا خيبتك. ما هو طبعا بيتكلم عن نفسه وهيفضل يقول فيها شعر، ما هو ما بيشكرش في نفسه الا ابليس. وهتلاقي انك لو فكرتي في يوم تحكي له حاجه او تفضفضي له في حاجه مش مهتم اصلا، لان هو بيحب ان هو يفضل طول القعده يتكلم عن نفسه وبس، مش عايز يسمع لا هم ولا مشاكل. ودايما هيحسسك انك محظوظه بيه وان ربنا بيحبك عشان هو دخل حياتك. وهتلاقيه دايما بيتعامل معاكي على انه التنين المجنح المنقرض اللي ما فيش منه اتنين في العالم. وطبعا هيفهمك ان هو ليه اسلوب في حياته وطريقه معينه ما يعرفش يعيش غير بيها، وانت يا حبه عيني هتتشقلبي عشان ترضيه. وطول الوقت هيحسسك انه واثق في نفسه جدا، بس خدي بالك دي ستاره عشان هو مداري وراها عقد النقص اللي ما بتخلصش. خلي بالك النرجسيه دي مرض خطير بجد، والعلماء صنفوها باسم اضطراب الشخصيه النرجسيه او NBD. والاشخاص النرجسيه اللي زي دي بيعيشوا كل حياتهم على التفخيم، يعني انت لو ما حسستهوش ان هو الواد الجن اللي ما فيش زيه فورا هيسيبك ويدور على حد تاني ضعيف يشوف نفسه عليه. ولازم تبقي حاطه في دماغك كويس قوي ان النرجسي ده ما بيحبش حد، وانسي بقى كلامه عن الاستقرار والكلام ده. النرجسي ما بيحبش غير نفسه وبس، ودايما مشاعره في ذمة الله. واعملي حسابك ان الشخص النرجسي ده اناني جدا، ما بيحبش الا نفسه وبس، نفسه اولا واخيرا. يعني من الاخر كده هو مش بيحبك بجد، هو بس عايز يبان ان هو الشخص الحبيب الجميل واكتر شخص رومانسي وكامل في الدنيا. ولو عمل لك اي حاجه حتى لو كانت صغيره يتضايق جدا لو انت ما حسستوش ان هو الملك وعمل لك اكبر حاجه في الكون. وعايز طول الوقت ان اصحابك يفضلوا مبهورين بيه وانت مبهوره بيه وتقولي الله يا بختي بيك. وهو ده هدفه اللي بيدور عليه في كل حاجه بيعملها، ان هو يبقى ايه وان. وده كمان هتاخدي بالك منه كويس قوي لما تحصل معاكي مشكله وتحكيها له، هيحسسك ان قد ايه مشكلتك دي تافهه وبسيطه وان انت شخصيه هايفه اصلا، وان هو في حرب انت لا تعلمي عنها شيء. فما تجيش بقى تدوشي له دماغه وتحكي له مشاكلك. وحتى لو حصل لك مصيبه لدرجه انك حتى اترفدتي من الشغل هتلاقيه مش مديكي اي اهتمام ولا معبرك، لانه شايف ان كل مشاكلك تافهه وهو بس الوحيد في العالم اللي مشاكله كبيره ومهمه، وكل الناس قليله بس هو اللي كبير، وكل الشغلانات تافهه بس هو اللي شغلانته مهمه، وكل زمايله في الشغل ما بيعملوش اي حاجه وهو اللي شايل كل حاجه. ويحسسك طول الوقت ان هو الواد الجن اللي لا بيهدى ولا بيون. وتعالي بقى للمصايب اللي انت ساكته عليها، ولا كانه ماسك عليكي زل، ومش هيعتذر لك لما يغلط في حقك لانه شايف انه اصلا ما بيغلطش، وهيقلب الترابيزه عليك عشان انت اللي تعتذري. وعايزاه بقى يبان على حقيقته قدامك، عصبيه وقولي له انا مش هكمل معاك، هتلاقيه بكل برود يقولك عادي انا ولا بيهمني، مع الف سلامه. هتقولي الله هو مش كان بيحبني ويموت عليا، ازاي بسهوله كده اتخلى عني؟ ولعلمك انت لو سبتيه هيزعل، بس مش هيزعل عشانك، هيزعل بس عشان هو اللي ما سابكيش. لكن انت كده كده بالنسبه له من اول يوم انت واحده زي اي واحده قعدت في حياته. فلو حسيتي ان اللي قدامك نرجسي اوعي تتدبسي واهربي واوعي تلبسي، عشان ما نجيش ونقول لك يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك. وانا بسنت النبراوي، تابعيني في يا خيبتي يا خيبتك عشان اشوف خيبتي وخيبتك.